لعبها، والجو رائع هنا في مواجهة ضمك والهلال في مباراة منتظرة بحول الله تعالى ستبدأ بعد قليل هنا أيها السيدات والسادة. نادي ضمك في المركز 11 برصيد 32 نقطة مع مدربه الروماني السيد كوزمين كونترا، وعلى الجانب الآخر الهلال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة برصيد 50 نقطة مع مديره الفني السيد إيميليانو دياز، المدير الفني الأرجنتيني نجل المدرب رامون دياز، والذي يخوض هذه المباريات حتى نهاية الدوري. مباراة منتظرة، مباراة مرتقبة. الهلال يريد الانتصار من أجل القفز إلى المركز الثالث، وعلى الجانب الآخر هناك أيضا يتمنى نادي ضمك أن يحرز الانتصار ونقاط المباراة الثلاث، لأن هذا معناها بأن نادي ضمك سيرتقي في جدول الترتيب، يعني هو في المركز 11 ثم بعد ذلك سيصبح في المركز السابع الذي يحتله الطائي برصيد 34 نقطة. هنا الموسيقى الخاصة بدوري روشن السعودي، والفريقان يستعدان من أجل النزول إلى أرضية الملعب. هنا في مواجهة منتظرة، هنا في مباراة مرتقبة ما بين كلا الفريقين هنا في أرضية الملعب. ضمك والهلال بعد لحظات وبعد ثوان من الآن، ولكن قبل كل شيء النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وبعدها نتحدث عن تفاصيل المباراة وأوراق المباراة. السلام الوطني للمملكة العربية السعودية. متعه الله سبحانه وتعالى بالصحة وأن يرده إلى أهله سالما غانما. الشمراني أو عفوا ده عبد الله هوساوي حطها في وسط الملعب. هلال العربي سوداني يمرر الكرة، هلال العربي سوداني في أقصى الجانب الأيسر إلى ضاري أحد لاعبي ضمك على أرضية الملعب، لكن هي عند منصور حمزي حطها في وسط الملعب. عبد العزيز الشهراني، ولكن أنتوليتش هيواني. الشهراني يلعب على الارض حلوه الى فييتو، لوسيانو جوه المنطقه لكوره، ولكنها في النهايه سهله عند حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبه. شوف الكره البينيه وشوف المحاوله والتسديد. موسى ماريجا لحق الكره موسى ماريجا، ولكن فيها رايه الى ضربه مرمى من نصيب نادي فييتو. الى ياسر الشهراني، ضغط هلالي وأرضية من فييتو، لكن بالراس إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى من نصيب نادي ضمك. أرضية من اليمين مضبوطة من محمد البريك، مرت من قدام فييتو، والثانية مخبة طويلة عند عبد الله هوساوي، لكن ياسر الشهراني من قبله مصعب الجوير، وسلامات عبد الله هوساوي وقع على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ما بينه وما بين ياسر الشهراني. سلامات ادي اللقطه. عبد الله في الضربه الحره، انتوليتش لعب كره عاليه فيها خطوره، وهنا الابعاد بالراس وادي الكره، لكن تسديده من منصور حمزي ولا من مين؟ هي المحاوله اللي كانت موجوده عن طريق عبد القادر. هلال حلوه بالزاف يا هلال، اللي استلم الكره بامتياز هلال العربي سوداني وراوغ وسدد، ولعبه بتتحول، يعني غالبا ما بيسيبش الا عبد القادر بدران، وبتلاقي في تقدم للاثنين التانيين. هنا بقى في تدخل قوي، وهنا في انذار على عبد القادر بدران، والكرة من نصيب النيجيري اوديون إيغالو. انذار على عبد القادر بدران، ده بقى يربك. بيحاول ما شاء الله عليه، ضاري العنزي بيحط جسمه في توقيت مناسب وبيعرف يكسب الكرات من امام موسى ماريجا، مع انه بسم الله ما شاء الله فرق جسماني رهيب، لكن حلوه في الطرف اليمين. ضغط من جانب الهلال، فيها خطوره حلوه الكره العرضيه وارتقاء رائع من اوديون إيغالو، لكنها تعتلي عارضه مصطفى زغبه، والى ضربه مرمى من نصيب نادي ضمك. كوره لكن توصل مرة ثانية في الجانب الأيسر. ياسر الشهراني حارس المنتخب الوطني محمد العويس، وكرة أمامية عند أوديون إيغالو، وأدي المحاولة، لكن هنا الضغط من جانب عبد القادر بدران اللي بيأمن عبد الله الحمدان، قطعها من قدامه لكنها إلى رمي التماس. افتكر عزيزي المشاهد إن أنا بينية لعب الكرة إلى ماريجا يا راجل، ولكن فيها تسلل على موسى ماريجا.
كويار لتاني مرة يتصرف تصرف روعة في أرضية الملعب. شوف هنا الكرة وهنا كويار، تصرف رائع. فاروق الشافعي لعب الكرة الطويلة الأمامية، منصور حمزي، منصور وحبيب الوطيان. حبيب الوطيان هو اللي منصور في اللقطة اللي فاتت، وينصر الهلال في بينية من منصور حمزي. ايوه كده اشتعلت المباراه واللعب بدا يبقى اسرع. الى عبد الله الحمدان من الجانب الايسر، استلم عبد الله الحمدان، مرر الكوره، محاوله 1-2 لكن 1-2 مع لاعب ضمك. هنا يضغط الحمدان مره ثانيه، بينيه حلوه. الشمراني عند عبد الله هوساوي اللي مرر ايجالو، اتاخر ايجالو، سددها ايجالو. ضيعت ايه يا ايجالو؟ يطلع الكرة حسن الشمراني بشكل خاطئ، ياخدها ايجالو. حلوة من اوديون ايجالو، تعتلي عارضة الحارس مصطفى، والى ضربة مرمى من نصيب ضمك. يا ولد يا كويار، يا ولد يا كويار، يا ولد يا كويار، يا ولد يا بريك. والهدف الأول للهلال، رسالة من كويار يقابلها رسالة من البريك إلى موسى ماريجا. الهلال يتقدم بالهدف الأول عن طريق موسى ماريجا. إن عاندت الهلال لفترات، فالكورة بتحب الهلال، الكورة عايزة تشوف الشبكة مع الهلال. والهدف الأول كويار بدأها، البريك مررها. تشكيلة الهلال لمواجهة ضمك في دوري رونشن السعودي. السلام عليكم عشاق كرة القدم، المرجو الاشتراك في قناة كرة لايف ودعمنا بزر لايك ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيعا لنا نشر المزيد إن شاء الله. تشكيلة الهلال لمواجهة ضمك اليوم في دوري روشن السعودي. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق ضمك مساء يوم الجمعة الموافق ل 19 مايو، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي. من المنتظر أن يتم إطلاق مباراة الهلال وضمك مساء اليوم في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية معقل نادي ضمك، وستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات العربية والإمارات العربية المتحدة. ترتيب الهلال وضمك في الدوري السعودي. يحتل فريق ضمك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق الهلال في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 50 نقطة. تشكيلة الهلال المتوقعة أمام ضمك في الدوري السعودي: حراسة المرمى عبد الله المعيوف، خط الدفاع سعود عبد الحميد، علي البليهي، محمد جحفري، ياسر الشهراني، خط الوسط مصعب الجوري، عبد الله عطيف، أندري كاريو، خط الهجوم موسى ماريجا، أويديون إيجالو، لوسايانس فيجينتو. القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي. السعودية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباراة الدوري SSS سبورت، وتعد شبكة قنوات السعودية للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما هي توقعاتكم لهذه المباراة؟ شاركونا في التعليقات.